الشخصية الاعتمادية من اسمها يحتاج إلى شخص يعتمد عليه ويتكل عليه ولا يتحمل مسؤولية. يعني مثلا إذا كان هذا الشخص الاعتمادي إذا كان زوج، فهو مثلا بيشتغل وبيعطي الراتب كله إلى القيادة. مثلا إذا كانت القيادة اللي يعتمد عليها زوجته، بيعطيها الراتب ويعطيها كل شيء، ولا يتدخل بأي حاجة ولا يتحمل أي مسؤولية أي شيء في بيته تجاه أولاده تجاه أبدا نهائيا. فبالمقابل هو يحتاج إلى رعاية كاملة، يحتاج أكله وشربه، ويحتاج إلى الاعتناء حتى بالتفاصيل البسيطة، حتى ملبسه، حتى اتخاذ قرارات معينة يحتاج إلى توجيه ويحتاج إلى إرشاد. يعني مثل الطفل الرضيع، أناني، لا يهم إلا نفسي نفسي فقط. عنده نقاط ضعف اللي هي الخوف من الانفصال والرفض والغدران. هذا الشيء كله حقيقي. فأي شخص يضغط على هذه الأزرار سيقدر أنه مزيدا من التنازلات، حتى يمكن يتحمل الأذى الجسدي، ولا أنك تضغط على هذه الأسباب. حتى إذا انفصل سرعان ما يدخل في أي علاقة مهما كانت هذه العلاقة، ليس لديه رأي ولا عنده أي تفسير، ويخاف من الانتقاد ويسمي الانتقاد إنه عدم كفاءة. طبعا هم في العمل هم ما يشتغلوا ملتزمين في أعمالهم وهكذا، مصدر دخلهم. هم ناس مسالمين ولا يحبوا أذية إنه أذية أحد، لكن قالوا عدم تحمل المسؤولية هي أكبر أذية. لأنه أحيانا يكون لما يكون الشخص الاعتمادي درجة الحدية حقه عالية جدا، درجة الاعتمادية حقه، يصبح شخص سام مضر لكل لنفسه ولكل من حوله يعني.